اهلا بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه بقى وانتم طيبين يا حبايبي. النهارده بقى تاني يوم رمضان، هنعمل مع بعض فطار سهل وسريع وكمان بسيط ما ياخدش منك وقت، وكمان هنعمل مع بعض حاجه حلوه سهله وسريعه. انا ما كانش بقى عندي اكل كتير من فطار اول يوم، كان يعني اكل بسيط، فعشان كده حبيت النهارده اعمل فطار يكون سهل وسريع وكمان ما ياخدش منك وقت. وهنعمل مع بعض بقى مهلبيه، حاجه حلوه سهله وسريعه وكمان ما تاخدش منك وقت. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض، يلا بينا. اول حاجه انا هعملها معاكم هي العصير. انا حبيت النهارده اعمل معاكم عصير اللي هو الكركديه، فجبت حوالي 3 معالق كبار من الكركديه وحطيت عليهم بقى 3 كوبايات من الميه واحطهم يغلوا على البوتاجاز. ايوه انا بخليه يغلي الاول وبعد كده يعني ازوده ميه. ده شكله بعد ما غلى. انا ما بحبش اخمره، لما بيغلي بيكون طعمه كويس معايا، لما يكون بتخمر طعمه ما بيعجبنيش، فعشان كده بحب اغليه يعني. شايفين شكل لونه مركز ازاي؟ هصفيه بقى زي ما انتوا شايفين. ممكن تحطي كمية السكر يعني تغلي مع الكركديه الأول، بعد كده تزوديه مية، بس أنا نسيت فعشان كده هزوده بقى ايه السكر بتاعه وأقلبه، وبعد كده أزوده بقى المية. شايفين شكله قوامه عامل ازاي؟ طبعا عصير الكركديه سهل وسريع وطعمه بجد جميل جدا، أنا بحبه. هزود بقى السكر بقى حسب الرغبة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى هقلبه. زي ما قلت النهارده يومنا النهارده كله بسيط جدا، ما تتعبيش بقى في المطبخ، مجرد ما تخشي نص ساعه هتعملي احلى فطار ويعجب ولادك، وكمان ما تتعبيش من وقفه المطبخ. شايفين بقى؟ هقلب بقى السكر ده شكله بعد ما قلبته، بعد كده هزوده ميه واشربي بقى على احلى عصير كركديه، بجد طعمه جميل جدا وكمان سريع وهتعملي ما ياخدش منك وقت. هنسيب بقى نركن العصير بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. عندي هنا بقى ده فرخة، هي حجمها مش كبير اوي، ده فرخة بلدي انا غسلها طبعا ومنضفاها كويس. طبعا الفراخ زي ما قلت انا مربيهم في البيت، فعشان كده يعني ايه يعني منضفاهم كويس ومطلعينهم في الفريزر. انا بقى جبت بقى الفرخة، وعندي هنا بصلاية انا فرمها برضو في الكبة، هجيب عليها نص معلقة من الفلفل الاسمر واقلب البصلة مع الفلفل الاسمر بالشكل اللي انتوا شايفينه. هعمل معاكي الفراخ البلدي هنسلقها وطلعي منها شوربه بجد جميله جدا وريحتها جميله وبجد طعمها جميل، هتعجبك جدا، جربيها. هقلب بقى البصله مع الفلفل الاسمر، قلبتهم بقى بالشكل ده. هجيب بقى الفرخه واحشي بقى الفرخه بالبصل ده بالفلفل الاسمر بالشكل ده. جربي الطريقه دي في الفراخ بجد هتعجبك جدا. انا عايزه بقى الفرخه من جوه تبقى محشيه بالبصل ده بالشكل ده بعمله بايدي. جرب الطريقة دي في الفراخ هتخلي طعمها بجد جميل جدا وريحة الشوربة جميلة بالشكل ده. خلص بقى كل الكمية من جوه واسيب بقى شوية من البصل ده، بعد كده بقى اعمل الفرخة اكتفها بقى بالشكل ده. زي ما قلت الطريقة النهاردة بسيطة وسريعة كله يقدر يعملها. اي فراخ عندك جربي الطريقة دي بجد هتعجبك جدا، حتى لو عندك وراك صدور اي حاجة تسلقيها جربي فرمي البصلاية وحطي عليها فلفل اسمر ودعكي بقى الفرخة بالشكل ده، وهتشوفي اطعم شوربة هتاكليها من الفراخ. عندي بقى هنا مية سخنة هي لسه ما غلتش كويس، هحط فيها بقى جزراية انا مقطعها بقى بالشكل ده، واحط كمان طماطمايه، واحط كمان بقى البصلة. طبعا هي لسه ما غلتش يعني، هي لسه المية سخنة. ده البصلايه الباقي يعني حوالي معلقة من البصل على الفلفل الاسمر بالشكل ده. احط معلقة كبيرة بقى من السبع بهارات، معلقة كبيرة من السبع بهارات، واحط كمان بقى معلقة من بهارات الفراخ بالشكل ده. دي بهارات فراخ انا جايباها من عند العطار يعني. احط معلقة صغيرة وهغطي بقى عليها واسيبها لحد ما تفور، بجد هتبقى ريحتها جميلة جدا من قبل ما تحطي فيها الفراخ كمان بالشكل ده. بدأت تغلي احط بقى فيها الفرخة واحط بقى الملح واسيبها لحد بقى ما تستوي، اظبط لها بقى الملح بالشكل ده واسيبها بقى لحد ما تستوي. طبعا هي ما بتاخدش وقت الفراخ البلدي.
عندي بقى هنا هعمل معاكم رز بالكبد والقوانص بطريقه سهله جدا وجميل جدا، هيعجب الولاد. عندي هنا كبد وقوانص، ده انا عندي في الفريزر يعني محوشاهم من الفراخ، غسلتهم كويس، قطعتهم بقى بالشكل ده. هنعمل معاكم شويه رز بقى. حطيت هنا بقى معلقتين كبار من الزيت، وعندي هنا بصلايه كبيره برضو انا مقطعها او ممكن تفرمها في الكب اي حاجه يعني. وهشوح بقى البصل لحد ما يعني تحمر معايا، تاخد لون معايا بقى. الرز ده طعمه جميل جدا، جربوه هيعجب ولادك جدا. بالشكل ده هفضل اقلب بقى في البصله. عندي هنا بقى اتحمرت، شايفين شكلها لون متحمر ازاي. هنزل بقى بالكبد والقوانص، هفضل بقى اشوح فيهم. ممكن تعمليها بالكبده بس لو مش عندك قوانص يعني، الكميه اللي عندك اعملي بيها زي ما انت شايفه بالشكل ده. هشوحهم بقى واحط عليهم البهارات. طريقه الرز جميله جدا وطعمه جميل جدا، هيعجب الولاد جدا. جربيها هيعجبك ان شاء الله. ممكن تعمليه يعني ايه كطبق جانبي عندك في عزومه ولا حاجه، بجد جميل جدا. بقى معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من السبع بهارات. انا بحب السبع بهارات جدا في الاكل، فعشان كده بستخدمها كتير يعني. واحط كمان معلقه برضو من بهارات الفراخ بالشكل ده. واظبط بقى، احط نص معلقه صغيره من الملح. مش هكتر الملح عشان انا هعمل الرز بالشوربه، فعشان كده يعني ما هكترش الملح. واشوح كل ده بقى تشويحه، يتشوحوا بقى مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى هنا عود من القرفه وكام ورقه من اللورة، بيخلوا طعم الرز جميل جدا، جربوه بالشكل ده. واشوحهم برضو. هغسل بقى كمية الرز اللي انت عايزاها. ده شكله بدأ ما سبتهم حبة يعني يتشوحوا مع بعض. طبعا انا كنت بقلب فيهم بالشكل ده. عندي بقى هنا عندي هنا بقى الشوربة. زي ما قلت انا مش مكترة الملح عشان انا يعني ايه مسويها شوربة، والشوربة ملحها مظبوط. هخليها بقى تغلي. طبعا الشوربة كانت معايا سخنة فغلت على طول يعني. زي ما قلت هتعملي الاكل سريع سريع يعني، ما ياخدش منك وقت. الرز ده سهل وسريع جدا وطعمه بجد جميل جدا، جربوه بالشكل ده. هجيب بقى كمية الرز. طبعا انا غاسله الرز كويس، هفضي بقى الرز بالشكل ده. هخلص بقى كل الكميه، اعمل الكميه حسب عدد افراد الاسره يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واقلب بقى الرز، بجد جميل جدا وريحته جميله جدا، جربوها هيعجبكم ان شاء الله بالشكل ده بقى. وهغطي عليه بقى واسيبه لحد ما يتشرب يعني. بعد كده هدي عليه النار. انا حبيت ازود نص معلقه صغيره من الكركم يعني عشان اللون، لو مش عايزه ممكن ما تزوديش يعني. هو بجد بيكون لونه جميل، بس انا عندي الولاد بيحبوه بلون الاصفر يعني، عشان كده زودت نص معلقه صغيره بالشكل ده. هغطي بقى عليه وهدي عليه النار بقى، يعني اول ما يتشرب ههدي عليه النار واسيبه يكمل سوا. ده شكله بقى بعد ما يتشرب يعني الشوربه بتاعته. هقلبه تقليبه وهدي بقى عليه النار واسيبه بقى لحد ما يستوي. هتاكلي بجد اطعم شويه رز بالكبد والقوانص، بجد طعمهم جميل بالشكل ده. هغطي بقى عليه واسيبه بقى لحد ما يستوي، بعد كده نشوفه مع بعض. دلوقتي هعمل معاكم طبق ملوخيه ناشفه بطريقه جميله جدا، وهعملها معاكم ازاي تحولها لملوخيه خضراء ويكون بجد طعمها جميل. عندي هنا بقى كميه الملوخيه حوالي 3 أو 4 معالق كبار من الملوخيه الناشفه. وعندي هنا بقى حوالي نص كوبايه من الشوربه. هقلب بقى الملوخيه كويس في الشوربه، بجد جربي الطريقه دي بجد هتعجبك، هتخلي الملوخيه جميله قوي معاكي. جربي الطريقه دي بجد. هقلب بقى الملوخيه بقى مع الشوربه بالشكل ده لحد ما يعني ايه كل الملوخيه تبقى يعني ايه بالشوربه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
قلبتها بقى بالشكل ده مع الشوربة. هركنها بقى على جنب، وهجيب عندي هنا قرن فلفل انا مقطعاه وكام فص من الثوم، هحطهم بقى في الهون وادقهم. ممكن تفرموهم يعني في الكبة، انا هفرمهم ناعم، احط عليهم نص معلقة من الملح وادقهم بحيث ان يكون يعني ايه الثوم والفلفل ناعمين. ده شكلهم بعد ما فرمتهم بقى في الهون. دلوقتي هعمل معاكم الملوخية. عندي هنا حلة بقى فاضية، هحط فيها معلقة بقى من السمنة. جربت طريقة الملوخية دي بجد هتعجبك جدا. اول ما السمنة تسيح معايا هنزل عليها بقى بالثوم والفلفل اللي انا فرمته يعني كويس بالشكل ده. طريقة الملوخية تعجبك جدا، وهتكأنها انت جايبة ملوخية خضرا، بجد جميلة جدا، جربيها. هشوح بقى التومة مع معلقة السمنة بالشكل ده لحد ما التومة يعني ايه تاخد لون معايا. التوم الفلفل بجد بيخلي طعمها جميل. ممكن لو بتحبي ممكن تزودي عليها نص حباية من الطماطم تبشريها يعني معاها، بس انا عندي ما بحبش فيها الطماطم يعني في الملوخية، فعشان كده بعملها بالفلفل بس بالشكل ده. قلبيهم بقى كويس مع بعض عشان التوم بقى يتشوح ويتحمر معاكي من غير ما يتحرق، عشان لو اتحرق بيمرر معاكي الاكل بالشكل ده. هي مبتاخدش وقت تتحمر على طول يعني. بعد ما التوم والفلفل معايا اتحمروا هنزل بقى بمقدار الشوربة. ما تزوديش الشوربة، حطي المقدار المناسب يعني. لو مش هتعرفي في المقدار حطي شويه من الشوربه وبعد كده نزلي الملوخيه. وبعد كده لو عايزه الشوربه منك يعني زودي كمان شويه بحيث ما تطلعش منك يعني خفيفه ولا تقيله. زودي الشوربه بشويه بشويه يعني بالشكل ده. شايفين شكلها لونها اخضر وجميل. انا جبت بقى المضرب يعني وهقلبها بالمضرب بالشكل ده بحيث ان هي يعني تفك معايا على طول ما تاخدش مني وقت. شايفين شكلها لونه اخضر وجميل. ممكن تعملها بالمعلقه بس انا بحب اسهل على نفسي يعني. شايفين قوامها بجد جميل جدا، لونها اخضر كأن جايه ملوخيه خضراء. انا هكتفي بالثوم ده، ما هحطش توم تاني يعني. ده شايفين شكلها كأنها ملوخيه انت جايباها خضراء. جربوا الطريقه دي بجد هتعجبك جدا. طبق يعني سهل وسريع من الملوخيه. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. دلوقتي بقى هنعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة ما تاخدش منك وقت. هنعمل بقى المهلبية بطريقة سهلة وبسيطة جدا بطريقة أهلنا زمان. عندي هنا حوالي 5 أو كوبايات من اللبن، حوالي كيلو من اللبن، وعليهم يعني كوباية إلا ربع من السكر، وهدوب السكر. طبعا المهلبية دي جميلة جدا وحاجة حلوة سهلة وسريعة زي ما قلت. يومنا النهاردة كله بسيط ما هياخدش منك وقت. انا دوبت السكر وجبت بقى النشا. هحط حوالي 5 معالق كبار من النشا. كل كوباية من اللبن لها معلقة من النشا عشان ما تحتاريش يعني بالشكل ده. مهلبية النهاردة بسيطة جدا وبجد طعمها جميل. هدوب بقى كله مع بعضه بحيث الطريقة دي ما تخليش المهلبية تكتل منك ولا حاجة. دوبي النشا الاول والسكر مع بعض بالشكل ده. هفضل بقى اقلبهم وبعد كده بقى احطهم بقى على البوتاجاز بقى لحد ما يستووا بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا عندي هنا دوبت النشا مع السكر. السكر ممكن تزودي حسب الرغبة، بس يعني المقدار ده كان مظبوط على كيلو اللبن بالشكل ده. طبعا على البوتاجاز هفضل بقى اقلب فيها بالمضرب عشان بحيث يعني ما تكتلش معايا ولا حاجه وتستوي على طول. هفضل اقلب بها بالشكل ده بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. خلاص هنا بقى تدخل معايا في السوا. طبعا انا عماله اقلب فيها بايدي على نار متوسطه. طبعا انا مش معليه النار بالشكل ده. هحط بقى عليها كيس فانيليا. زي ما قلت انا عندي الفانيليا السايله بحب استخدمها. انا بحب الفانيليا السايله. لو ما عندكيش فانيليا سايله ممكن تحطي بقى كيس من الفانيليا او كيسين من الصغيرين ده بالشكل ده. بدأ قوامها يتقل معايا. زي ما قلت الطريقه النهارده بسيطه جدا، اي حد هيقدر يعمل الفطار النهارده ويعمل كمان الحلو بالشكل ده. هفضل بقى اقلب فيهم. خلاص بقى تدخل معايا في السوا بقى. خلاص هي استوت كده خلاص. هي ما بتاخدش وقت، سريعه جدا بالشكل ده. هفضل برضو اقلب فيها لحد ما يديني القوام المظبوط وتغلي معايا كده.
خلاص هنا دخلت في السوا خلاص. شايفين بقى الفقاعات اللي طلعتهم دي خلاص كده استوت معايا. هطفي عليها بقى النار واغرفها في الاطباق. شايفين شكلها وقوامها بجد جميلة جدا. هجيب بقى الاطباق واغرفها بقى في الاطباق بقى بالشكل ده. بالشكل ده لحد ما اخلص بقى كل الكمية بقى اللي مهلبية اللي معايا يعني في الاطباق. هغرفها كلها في الاطباق بالشكل ده. ده شكلها بعد ما غرفتها هي عملت معايا يعني 6 اطباق بالشكل ده. هنا 5 يعني، في طبق كمان. هرش بقى على وشها جوز هند وزبيب. يعني ايه يعني التزيين ده بسيط جدا زي ما كانوا اهلنا بيعملوها زمان يعني بطريقة بسيطة جدا. لو عندك مكسرات ممكن تحط يعني بالشكل ده. واحط كمان بقى شوية من الزبيب بالشكل ده. كده خلصنا الحلو بتاعنا زي ما قلت سهل وسريع جدا اي حد هيقدر يعمله. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو بقى تنوريه بالاشتراك في القناة وتسيبي لي كومنت حلو زي كده بالشكل ده. كده خلصت اسهل حاجة حلوة سهلة وسريعة وكمان مغذية يعني. ده شكل الاكل بعد ما غرفته. ده شكل الرز شايفينه مفلفل وجميل. ده شكل الملوخيه. ده عصير الكركديه اللي عملناه مع بعض. وعملت كمان شويه شوربه لسان العصفور وكمان طبق من المخلل. بجد سفره بسيطه وجميله جدا. وكمان حمرت الفرخه بالشكل ده. شايفين شكلها بجد جميل جدا. يعني الفطار النهارده زي ما قلت سهل وسريع جدا. كل سنه بقى وانتم طيبين يا حبايبي.